اخيرا بينتهي الجدل حوالين تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول. صلاح جدد عقده مع ليفربول لمده سنتين براتب وفقا للاخبار اللي طالعه من التليجراف بانه هو 20 مليون دولار سنويا. صلاح جدد مع ليفربول، اختار المجد والتاريخ والكارير والعقل على الفلوس. صلاح كان عنده عروض من السعوديه، تحديدا من الهلال السعودي، وفقا لتقارير صحفيه كانت بتقدر ب 100 مليون او 150 مليون دولار سنويا، صافيه بقى، غير شامله ضرائب، غير بقى الحاجات اللي كان ممكن ياخدها من ورا بقى ايه الهدايا وخلافه، زي ما احنا كلنا عارفين في منطقه الخليج ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم في الامور اللي زي دي. صلاح ذكي. صلاح ما بيبصش تحت رجليه. صلاح عارف ان مش كل حاجه فلوس. هو اوريدي معاه فلوس كتير ومعاه ملايين كتير. الارقام اللي هناك ارقام مضاعفه بشكل كبير جدا، لكن هو اختار المجد، اختار التاريخ، اختار ان هو يحترم اسمه وتاريخه وارقامه، ويحترم ويقدر الجماهير والنادي اللي خلق منه اسطوره كبيره في كره القدم.